بسم الله، اهلا بيكم يا جماعه. معاكم جوبا. اهلا بيكم في حلقه توقعات دور ربع النهائي في كاس العالم، الدور المجنون اللي حصلت فيه مفاجآت المفاجآت. وطبعا اول المفاجآت هي فوز البرتغال على سويسرا بسداسيه، 5 منهم من غير كريستيانو رونالدو. وطبعا المفاجأة برضو، بس انا كنت شايفها عادي يعني، ان المغرب تتأهل لدور ربع النهائي، لان المغرب يا جماعة قرعت ناس كبيرة قوي 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 في الكورة، وعرفت تعلم على فرق عالمية زي بلجيكا وزي يعتبر كرواتيا، وطبعا اسبانيا اللي خرجتها من دور ال16 بضربات الجزاء. عندك احلام اوروبيه واحلام افريقيه عربيه واحلام كمان امريكا اللاتينيه. قبل ما نبتدي حابب افكر حضراتكم يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك عشان الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. فدول نخوض في تفاصيل كتير، يلا بينا نبتدي. اول ماتش معانا النهارده هو ماتش كرواتيا ضد البرازيل. الحقيقه كرواتيا اللي لعبت لحد النهايه وعرفت تفوز على اليابان بضربات الجزاء، وعرفوا ان هم يوصلوا اليابان لضربات الجزاء ويكسبوا، لان هم عندهم الخبره الكافيه ان هم يعدوا بضربات الترجيح، وعملوها قبل كده في كاس العالم 2018. نفس الجيل اللي بيشطب، بس المره دي بيقابل البرازيل اللي بتلعب باحسن ماتشاتها، اللي بتلعب باحسن جيل يعتبر متواجد حاليا في كره القدم. فرقه قويه جدا جدا تقدر توصل لحد النهائي مستريح، مش انها توصل كمان لحد نص النهائي. فتوقعي هنا ان منتخب البرازيل اللي دمر منتخب كوريا الجنوبيه في دور 16 يقدر ان هو يكسب منتخب كرواتيا ويصعد بيها لنص النهائي ان شاء الله. فبالتالي البرازيل هي اللي هتصعد لدور نص النهائي على حساب كرواتيا، وكتر خير كرواتيا لحد كده يعني. نيجي بقى الماتش التاني معانا النهارده، ماتش الارجنتين ضد هولندا. انا واحد من الناس قلت ان هولندا فريق قوي جدا تكتيكيا قدام فريق عشوائي للاسف الشديد الا وهو الارجنتين، اللي بيعتمد على الحلول الفرديه، اللعيبه بتاعته الكبيره، ولو اتزنقوا قوي بقى يبقى لازم يسلموا للاسطوره بتاعتهم وبتاع كره القدم عموما ليونيل ميسي، لازم هو اللي يبقى عنده الحل. فميسي لو مش في مستواه هيقابل مشكله كبيره جدا قصاد هولندا، لان هولندا تكتيكيا قويه جدا، بتعرف تسلم الباس من رجل لرجل بافضل شكل ممكن. بيعرفوا يا جماعه ان هم يسلموا كوره تيكي تاكا سريعه بيقدموها، بدل منتخب اسبانيا اللي كان سيء في البطوله الحقيقه في كاس العالم السنه دي. فهولندا هي الاقرب من وجهه نظري انها تكسب الارجنتين، بس توقعي انا رايح للارجنتين. ليه؟ علشان انا عايز الرحله تكتمل، ونفسي اشوف ليونيل ميسي على الاقل في نص النهائي. يبقى الراجل حاول، يبقى وصل لحد النهائي في 2014 ووصل يا سيدي نص النهائي في 2022، اهو يبقى عمل اللي عليه. وفعلا انا شايف ان الارجنتين ممكن بالروح تكسب هولندا. هولندا عارف انها منتخب قوي جدا، بس هو حاليا برضه بيصطدم بطموح الارجنتين. فاتمنى ان سكالوني يعمل اللي عليه في الماتش ده، وتلعب الارجنتين بجمله تكتيكيه واضحه على الاقل، مش عايز اكتر من كده، ويعرفوا ان هم يتاهلوا بالروح وبالحلول الفرديه، ويا ريت كمان لو في تكتيك زي ما بقول لك. فالارجنتين هي اللي هتصعد لدور نص النهائي باذن الله. نيجي للماتش الثالث معانا النهارده، انجلترا ضد فرنسا. طموح الانجليز اللي دايما بيقول لك اتس كامينج هوم وعمرها ما تيجي هوم، وحامل اللقب والمدافع عن لقبه منتخب فرنسا، هاري كين وساكا ضد جيرو ومبابي. الحقيقه يا جماعه ان ده هيكون واحد من احسن الماتشات من وجهه نظري، لان انجلترا عندها الافراد انها تقدر انها توصل لقدام ولو شويه، وساوث جيت واخد مراهنات وديت شلته من الاخر. الفريق ده عباره عن الجيل اللي هو طلع بيه وعرف يوصله لنهائي اليورو 2020 اللي اتلعب في 2021. عموما اللي انا بكلمك فيه ان منتخب انجلترا قوي جدا، ومنتخب فرنسا بالرغم من ان كان فيه غيابات كتير على مستوى خط النص وعلى مستوى الدفاع، وطبعا احسن لاعب في العالم كريم بنزيما حاليا مش متواجد معاهم للاصابه. انا عايز اقول لك ان الماتش ده هيكون صعب جدا، لان كل فريق فيهم عنده طموح انه يوصل لنص النهائي. بس توقعي الشخصي رايح ان
منتخب فرنسا هيوصل لنص النهائي، لاني مش شايف ان انجلترا تقدر انها تعافر مع فرنسا بالشكل المطلوب، لان منتخب فرنسا الحقيقه عنده حلول فرديه قويه جدا وعنده تكتيك الى حد ما وبيعرف يدافع قوي. انجلترا في الدفاع مش قوي، هجوميا قويه جدا بس في الدفاع الدنيا عندها مش في احسن احوالها، باستثناء طبعا تالق بيكفورد يعني. فده ماتش ملوش اي حسابات، بس توقعي زي ما قلت لك رايح لمنتخب فرنسا. ويجي الماتش الاخير معانا النهارده، البرتغال ضد المغرب. البرتغال يا جماعه اللي كسبانه سويسرا 6، احسن ماتش لعبته البرتغال من اول ما ابتدوا، يمكن عشان من غير كريستيانو رونالدو اللي في ناس كتيره شايفاه ان هو حمل عليهم، وممكن يكون حاجه تانية خالص ان اللعيبه عندها طموح انها تكسب البطوله المره دي وتهدي البطوله لكريستيانو رونالدو. كل شيء وارد، بس احنا عندنا ثقه في المنتخب العربي. المغرب اللي عملت المفاجاه، عرفت تتاهل كاول مجموعه على حساب بلجيكا وعلى حساب كرواتيا، وتطلع كمان بلجيكا من البطوله من دور المجموعات عموما وتتاهل كاول مجموعه، وتعرف انها تتاهل لدور الثمانيه على حساب اسبانيا لما قرعت اسبانيا بالشكل المظبوط ووقفت قصادها دفاعيا بالشكل المطلوب جدا جدا جدا، ووصلتها لضربات الجزاء عشان هم عارفين يتعاملوا في ضربات الجزاء قصاد منتخب اسبانيا اللي كان فعلا تايه قصادهم في ضربات الجزاء، لان ما كانوش متدربين بالشكل الكافي ان هم يقدروا اساسا يوصلوا لضربات الجزاء. كانوا مفكرين ان هم يقدروا يخلصوا في الاشواط الرئيسيه او الاشواط كمان البديله الثالث والرابع. فالمغرب عندها مهمه صعبه جدا، خصوصا يا جماعه ان المغرب كمان عندها اصابات ممكن تاثر عليها قدام. عندك اللي انت شايفه الا وهو منتخب البرتغال هو اللي اجهز، بس انا زي ما قلت قبل كده وبقولها تاني، ليه ما نحلمش؟ ليه المغرب ما تصعدش؟ ممكن، كل شيء وارد. المغرب لو قفلت دفاعيا زي ما قفلت قصاد منتخب اسبانيا هتعرف قصاد البرتغال انها تحد من خطوره المنتخب اللي بيلعب على الاطراف بشكل قوي جدا، واللي بتعرف تسلم للمهاجمين اقوياء زي راموش المهاجم الجديد دلوقتي المنتخب البرتغال، وطبعا يحدوا من خطوره اسطوره البرتغال كريستيانو رونالدو، ويلعبوا يا سيدي على الهجمات المرتده. وان كمان عرفوا ان هم يوصلوهم لضربات الجزاء يبقى كتر خير الدنيا. بس هنفترض لا قدر الله ان البرتغال هي اللي صعدت دور نص النهائي لكاس العالم، مفيش اي مشكله ولا في اي ضغط ولا في اي زعل من منتخب المغرب. ليه؟ علشان منتخب المغرب هو عمل كل حاجه في كره القدم، فخورين بيه ومبسوطين بالاداء اللي هو قدم احسن اداء يعتبر لمنتخب عربي في كاس العالم حاليا في الفتره ديت. يعني انا ما شفتش منتخب عربي وصل لحد قدام قوي كده وعرف يطلع منتخبات كبيره زي منتخب المغرب. الجيل ده يستحق فعلا كل الاشاده والتقدير ان هو عرف يقف قصاد الفرق الكبيره، وعرف يقول ان الكره العربيه قويه وان كره افريقيا عموما لا يستهان بيها ابدا. واتمنى ان عقده المنتخبات الافريقيه في دور الثمانيه تتكسر تماما على ايد المغرب ويعرف يوصل لدور نص النهائي ويلعب على ميداليه. من حقنا ان احنا نحلم ان منتخب المغرب يلعب على ميداليه، حتى يا سيدي لو ما كسبش زي ما قلت لك انا هبقى فخور بيه جدا ان هو عرف يوصل لدور الثمانيه في بطوله صعبه جدا قصاد فرق كبيره جدا كانت متواجده معاه في نفس الدور زي كرواتيا والبرازيل والارجنتين وهولندا وانجلترا وفرنسا وطبعا البرتغال. فكل التوفيق لمنتخب المغرب ان شاء الله، واتمنى وتوقعي الشخصي هو ان المغرب هي اللي تسعد باذن الله لدور نص النهائي ويبقى الحلم العربي فعلا تحقق بالشكل المطلوب. وبس كده يا جماعه، دي كانت حلقتنا. اتمنى اكون اشتغلت على حضراتكم، واتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. بحبكم كلكم وشكرا لكم كلكم. يلا سلام.